ادعي كل يوم الصبح ببركة اليوم. قول: اللهم اجعل هذا اليوم يوم بركة، يوم سعادة، يوم رحمة. اللهم اجعله يوم رزق واسع. اللهم يا رب نسألك في هذا اليوم أن تطمئن قلوبنا وتشرح صدورنا وتفرج كروبنا وهمومنا. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير كثير وبركة واسعة، وافتح علينا اليوم فتحا كبيرا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والهنا والسعادة والتفاؤل عليكم جميعا. وحشتوني كتير كتير جدا جدا. من اخر الفيديو كنت بقدمه معاكم. يلا بينا يا حبايب قلبي، جايلكم النهارده بروتين قوي جدا جدا، روتين جميل جدا تطلعوا منه بكل طاقة ايجابية. بس اول ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، أنا وكل السامعين وكل حبايبي في كل مكان. النهارده يا حبايب قلبي بقى ايه، دخلت بقى على أوضة محمد كده وأوضة هاني. طبعا فتحنا الشباك، قلنا بقى ندخل الشمس بتاعتنا الحلوة كده تطهر كده الأوضة وتطهر المكان. ظبطتهم طبعا السرير بتاعهم كده. أنا مغيرتش الملاية لأن طبعا الملاية لسه جديدة، يعني أنا لسه مغيراها قريب. فالمهم يا اخواتي روقت له كده السرير وظبطت له كده، وما شاء الله خلت له كده ايه السرير كده ايه شمعة منور. المهم بقى دخلت على المكتب بتاعه بقى، كان مبهدله كده وكان كتبه برضه كتب هاني. برضه روقت له كده المكتب. حطيته طبعا كده الكتب بتاعته في مكانها، وحطيت برضه الكراسات بتاعته كشاكيل والحاجة بتاعته، والمذكرات برضه والحاجات بتاعته حطيتها له كده في الادراج. طبعا يعني انتوا عارفين بقى الولاد بقى بيقعدوا على المكتب يذاكروا بقى، بصوا بيبقوا قايمين بقى سايبين الدنيا كلها ايه تضرب تالي. دخلت له بقى كده الآلة الحاسبة بتاعته. ربنا يا رب ينجحه كده وينجح ولادنا وينجح الجميع يا رب، وجعلها كده سنة سعيدة عليهم يا رب بحق جاه النبي. المهم يا حبايب قلبي بقى ايه، روقت بقى المكتب كده وايه، وهرجعه له بقى كده نضيف وجميل كده، بحيث اما يجي تاني ان شاء الله يذاكر عليه يلاقيه كده ايه مترتب ونضيف. وربنا يخليهم لنا ويرزق كله ويشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يا بنات دي الاوضه الوحيده بصراحه اللي ما بتاخدش معايا وقت في التنظيف، بجد بجد ما بتاخدش والله معايا وقت في التنظيف خالص. ما شاء الله عليها، يعني بحسها كده هي الأوضة الوحيدة اللي بتبقى يعني ايه روحها، يعني مش روحها يعني ايه. انتوا فاهمين يا بنات؟ يعني ما شاء الله كده يعني ايه تنظيفها خفيف كده وسهل، وما شاء الله ما يعني ما بطولش فيها بصراحة. المهم كنست بقى الأوضة كده يا اخواتي، وطبعا هلم بقى ايه الكنسة دي كده وايه واطلعها كده بره كده في الصالة، عشان برضو هروق معاكم طبعا كده الصالة ان شاء الله بإذن الله. إيه وان شاء الله كده هترجع، يعني هتطلعوا كده من الفيديو ده باذن الله بكل طاقه ايجابيه يا بنات. تمام. إيه ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم الجميل والاشتراك في القناه فضلا وليس امر، كومنتاتكم الجميله اللي بتشجعني وبتخليني ان شاء الله كده يعني ايه, إيه مع بعض باذن الله. ويعني ايه بص يا حبايب قلبي، وشيروا الفيديو كده وشاهدوا الفيديو للنهايه، شاهدوا له للاخر يا حبايبي. طبعا دي الاوضه بعد ما انا نضفتها. طبعا الترابيزه دي ترابيزه الركنه طبعا، فانا حطيتها في جنب كده، يعني ايه عندي طبعا خدوديات زياده، عندي حاجه بقى ايه رصاها عليها كده، شنط الولاد كده يعني. تمام. هنروح بقى كده بقى طبعا بقى يا اخواتي على ايه، على الركنه. طبعا المفارش ديت طبعا إيه اتوسخت، قلت بقى كده ايه اشيلها وايه واغسلها كده برضو كده، ويعني ايه لان طبعا هي عشان لونها فاتح فبتتبهدل بسرعه يا بنات. تمام. قوله تمام يبقى تمام يا احلى خد في الدنيا. هنشيل بقى كده الفرش دي ان شاء الله ونغسلها بقى كده ونخليها فله كده شمعة منورة. وايه يا بنات، وطبعا عندي كده ايه برضو بياضات كده، مش بياضات، كان ابو محمد طبعا بيسافر وبروح طبعا يعني السفر وكده، فكان ما كان بيبقى راكب الطياره كان بيدوله بقى يعني ايه كمفرش كده او حاجه كده يتغطى بيها وهو في الطياره لو هو برد وكده، فاهمني؟ فطبعا هو بقى يجيب الايه المفارش دي معاه هو جاي، فطبعا قلت ده انا هستخدمها في ايه، قلت لا تبقى هي بديل لطقم البياضات دون، يبقى هي تبقى هي ايه بديل له. طبعا ده يتوسخ ايه افرش انا المفارش دي برضو مطرح البياضات اللي هي الفاتحه دي، ويبقى ايه الاتنين قبل بعض، بدل مثلا ما اروح انا اجيب واحد جديد قبله يعني. إيه لا قلت يا بنتي ايه شغلي دماغك كده، والجيش قال لك ايه اتصرف. فالمهم بقى قلت بقى ايه المفارش ده خدها كده وافرشها طبعا كده على ركنه، على ما انا ايه على ما انا اغسل طبعا الفرش دي وتنشف ان شاء الله، وارجع ايه احطها على ركنه تاني. طبعا شلت كده السفنجه طبعا
ونضفنا بقى ايه تحتها كده، كان تحتها يعني ايه تراب ناعم كده. دايما على طول سواء في تصوير او ما فيش تصوير، على طول بشيل انا طبعا الاسفنج دون وايه وبصراحه بنضف تحته وكده يعني. حتى سواء والله في تصوير او ما فيش تصوير، يعني ما بعملش نفس التصوير، انتوا فاهمين يا بنات؟ يعني انا طبعا الفيديو انا بنزلكوش طبعا على كل 3 ايام او كل يومين، وبصراحة والله ببقى محتارة يعني ايه. قلت بقى هتزهقوا بقى كده مني وهتقولوا بقى ما عادش وراكي يا ام محمد الا طبعا الروتينات، وما عادش طبعا يا حبايب قلبي، طبعا هو ده الروتين اليومي بتاعي، الروتين بتاعي اليومي، وتطلعي ان شاء الله منه بكل طاقه ايجابيه. وانا عارفه ان انت شاطره يا ست البنات، وعارفه ان انتم ما شاء الله عليكم واشطر مني كمان. بس طبعا انا بعمل لكم الفيديو ده ان انتوا تطلعوا منه بكل طاقه ايجابيه. اللي مكسله مثلا تقوم تنظف بيتها، اللي مثلا تعبانه شويه واتفرجت مثلا على فيديو سواء انا او اي قناه تانية غيري، تقوم طبعا كده تشجع طبعا معانا، وتقوم كده ايه يعني ايه تفك نفسها كده. والله العظيم يا بنات لو احنا سيبنا نفسنا للقعده في الفرشه او النوم في الفرشه، بصوا بيجيب اكتئاب، بيجيب بصوا مش هقول لكم انتوا طبعا يعني انتوا عارفين تمام. فبصراحه برضو بقالي كام يوم ما فتحتش، بس برضو كنت انا يعني ايه تعبت شويه كده، كان جالي بقى ايه دور نشران كده في عظمي. وكانت يا بنات والله العظيم من اخر فيديو نزلته معاكم بصراحه تعبت، معرفش تعبت ليه. في حاجه كده مش مظبوطه عندي، معرفش في ايه كده رغم ان انا بشغل القران، ورغم ان انا يعني والله العظيم دايما يعني الاستغفار، ودايما كل حاجه كده في لساني على طول. بس والله يا بنات مش عارفه في ايه، والله بجد مش عارفه. المهم طبعا ما حدش بيسيب حد في حاله، فربنا يا رب يكفينا شر عيون الناس المؤذيه، ربنا يكفينا شر عيون الناس المؤذيه. المهم يا اخواتي بقى ايه، رحت على الجنب التاني كده في الركنه، وبرده ايه الجنب اللي ابقى مثلا لاقيه الدنيا متبهدله فيه، بقوم رايحه شايله بقى الايه الاسفنجه، واقوم رايحه ايه منضفه تحتها، فاهميني؟ المهم برضو ايه بنات، شايفين طبعا شفتوا طبعا المفارش، طبعا دي المفارش دي جميله جت حلوه قوي والله العظيم بجد. انا خورة بقول لابو محمد عايزاك تسافر على طول، سافر على طول عشان تجيب لي المفارش دي على طول. اه والله يا بنات. عايزاكم بقى يا حبايب قلب ايه تنزلوا كده في الكومنتات تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إيه بالله عليكم كده انزلوا كده ايه يعني صلوا على الحبيب المصطفى كده في الكومنتات يا اخواتي، تمام. وعايزه بقى منكم بقى ايه تشاهدوا لي الفيديو للنهايه كده، واللايكات بتاعتكم الحلوه اللي تشجعني ان شاء الله كده. وايه يا ولاد يعني بصوا، عايزاكم كده تفجروا كده الكومنتات كده بالصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، والكومنتات بتاعتكم الحلوه. طبعا شايفين انا اصلا جيت ابص يا بنات، لقيت سبحان الله المفارش ديت لونها رصاصي، طبعا انا عندي الحافظه بتاعتي فيها لون رصاصي، فسبحان الله لقيتها ايه، لقيتها يعني ما شاء الله كده واخده من برضو لقيتها لايقه على الركنه ولايقه على مع الحافظه وكده، فلقيت ما شاء الله الدنيا ماشيه مع بعضيها كده. المهم يا بنات بقى ايه، والله العظيم ببقى عندي كلام كتير قوي، ببقى نفسي ان انا احكي معاكم واتكلم معاكم، بس مش عارفه لما باجي اسجل بقوم ناسيه كل حاجه ليه يا بنات، والله العظيم بنسى كل حاجه والله العظيم بجد. المهم بقى يا اخواتي، طبعا هتقولي يا ام محمد انت قعدتي بتتاخري لنا في الفيديوهات، والله يا بنات والله يا بنات ببقى محتاره كل يوم اصور لكم ايه. طب انا اقول طب انا صورت مثلا الركنه دي النهارده، او صورت الصلاه النهارده، هرجع اصورها تاني يوم ما انتوا هتزهقوا مني. صورت طبعا مثلا الاوضه، صورت وانا بغسل المواعين، بس طبعا هو ده روتين يومي لكل ام مصريه او لكل ام عربيه او لكل الامهات اللي يعني في الدول العربيه كلها، طبعا ده الروتين اليومي بتاعنا يا بنات، تمام. ما تزهقوش مننا بقى ايه. وعايزه منكم بقى كلام حلو كده يشجعني كده يا بنات، تمام. قولوا تمام يبقى تمام ان شاء الله يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا بقى روقت الركنه كده وخليتها فل شمعه منوره، والله العظيم النظافه حلوه قوي يا ولاد، النظافه حلوه. بس بصوا الولاد بقى يعني ربنا يبارك فيهم عايزين انسان آلي وراهم، والله العظيم انا بقول لهم انتوا عايزين مش واحده بني ادمه تمشي وراكم في كل مكان، لا ده انتوا عايزين بقى ايه انسان آلي باللي بيعملوه في الصين ده يا بنات عارفينه. انا مطلعين كده انسان آلي كده في الصين، اه والله العظيم. وايه بقول لهم خلاص خلي ابوكم بقى يشتري لكم الانسان الآلي ده ولا الانسانه الآليه دي، وهي تيجي بقى ايه تخدمكم وتمشي وراكم وتعمل لكم الحاجه بجد والله العظيم بجد. فيلا ربنا يهديهم ويبارك لي فيهم ويحفظهم يا رب اللهم امين. رحنا بقى على الجنب التاني ده،
هتقولي لي بقى الطبليه دي يا ام محمد، معلش بقى يا ولاد اعذروني، انا كنت بتغدى انا والولاد. طبعا حطيتها في جنب كده، بصراحه كسلت اقوم ايه اشيلها كده واحطها في مكانها، بس بقى مع الروتين كده اتشجعت، بصراحه اتشجعت. شايفين رغم ان انا اهوت والله العظيم، رغم ان انا بسجل معاكم وبعمل روتينات، بس والله بيجي لي وقت فعلا بكسل اقوم اعمل، والله العظيم بيجي لي وقت، مش كسل بقى يعني، تعب، ارهاق. عدت الوقت برضو ما بخرج اروح مشوار او اجيب حاجه من على الطريق وبرجع، ببقى جايه تعبانه، ببقى جايه مش قادره. معرفش بقى دي ايه يا بنات، معرفش ده والله بجد في حاجه مش طبيعيه معايا. طيب شايفين بقى يا ولاد، شايفين المفرش ما شاء الله واكل مع الركنه يعني واكل مع الحافظه ومع يعني ما شاء الله مع المنظر ازاي جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى كنست طبعا كده الحافظه، كنستها برضو كده كنيس حلو كده، وكنيس يعني ايه ما اقولكوش. المهم بقى يا اخواتي، والله بقول لكم يا بنات بروح اجيب اي حاجه وباجي يا بنات ببقى جايه تعبانه جدا والله العظيم. حتى برضو صورت معاكم الفيديو بقول لكم اللي هو الاخر ده، لقيتني تعبانه ومش قادره اقوم، بس رجعت قلت لا يا بنتي يا ام محمد قومي قومي، ما تزعليش حبايبك منك وخلوهم كده، هم زمانهم برضو بيستنظروكي، بيستنظروا الفيديو بتاعك الجميل عشان كده يشجعوا معاكي. فقمت كده استعنت بالله كده، وقمت قايله يلا توكلنا على الله، وقمت قايمه بقى ايه مصوره كده ومشغله الكاميرا، وقلت لا افتحي الكاميرا بقى ايه وصوري الروتين بتاعك اللي هتعمليه النهارده. طبعا بقى انا عملت غدا النهارده ايه، عملت بقى انا صورت بس معاكم روتين كده في الركنه وفي اوضه محمد، طبعا ما صورتلكوش في بقيه البيت كله، وده والله العظيم يا بنات ما هوش شغلنا بس وقت الفيديو بس، لا طبعا ده احنا طول النهار شغالين. بس طبعا لو قعدنا بقى نصور لكم الفيديو كامل كده يعني من اول النهار لما لاخره، بصوا ما اقولكوش. وطبعا اخواتي وحبايبي اللي بيكتبوا لي في الكومنتات ويقولوا لي يا ام محمد بلاش تسرعي الفيديو، حبايب قلبي انا بضطر ان انا اسرع الفيديو ليه؟ لان طبعا انا مش عايزه الفيديو يطول عليكم، فاهميني يا بنات؟ مش عايزه الفيديو يطول عليكم، بس بيبقى في مقاطع بسرع فيها بس يعني مش قوي، وفي مقاطع بسيبها يعني ايه كده، فاهميني؟ فوالله بيبقى غصب عني عشان ما اطولش بس الفيديو عليكم، عشان بدل ما اخلي الفيديو تلت ساعه لا اخليها انا ربع ساعه، فاهميني؟ اخليها انا مثلا 8 دقايق 9 دقايق، فمبقاش عايزه بس اطول عليكم والله يا بنات، فاهميني؟ المهم بقى ايه كنسنا كده الحافظه ولميناها برضو وكنسنا تحتيها اي ترابايه اي حاجه مثلا من تحت الركنه كده، من الحواف بتاعت الركنه دي بيبقى يخش كده ورق من الولاد وحاجات يعني، فشلتها كده برضو ايه وجبت فصلت الكاميرا وجبت بقى من تحت الركنه كده بالمقشه، ورجعت بقى ايه شغلت الكاميرا ورجعت ايه عملت الحافظه تاني. هنروح بقى للجزء التاني ده، برضو كنسته برضو كده وما شاء الله روقته كده ولميت باقي الحاجة بتاعته. ويعني بصوا فيديو كده خفيف ولطيف عليكم ان شاء الله، وبإذن الله يعجبكم. يلا يا حبيبة قلبي كده كوباية المسكافيه بتاعتك او كوباية الشاي او كوباية القهوة بتاعتك او فنجان القهوة، شوفوا القهوة انتوا بتشربوها في ايه. وتعالي كده شجعي معايا، وقولوا لي يا بنات ان عوزتوا اي فيديو يعني اي روتينات طبخ عايزين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا طبعا تحت امركم، واللي انتوا عايزينه انتوا اخواتي وحبايبي. وبصوا ربنا اللي يعلم انتوا عيلتي التانية، وربنا اللي يعلم انا بعزكم قد ايه، وانتوا اخواتي وحبايبي في كل مكان. طبعا اللي دخل قناتي جديد او دخل قناتي جديد اهلا وسهلا بكل اللي دخل قناتي، ونورتوني وشرفتوني يا احلى اخوات في الدنيا. وام محمد يعني بصوا فرحانه ومبسوطه طبعا بيكم لان انتوا طبعا دخلتوا عندي، وانا بجد مبسوطه جدا جدا بيكم يا اخوات، طبعا انتوا وجودكم على راسي. لما انا بقى كده الكنسه يا حبيب قلبي كده بالمجراف او بالجاروف زي ما بتسموه، وطبعا هنشيل بقى الحاجه دي ونرميها طبعا يعني بره، ما بحبش طبعا ان انا اسيب ايه عزكم الله، ما بحبش اسيب زباله يعني او كده في البيت، ما بحبش بصراحه اسيبها، فبقى ايه برميها على طول. تمام، فده كان يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا، ما تنسوش بقى زي ما انا قلت لكم اللايك بتاعكم الجميل والاشتراك في القناه فضلا وليس امر، وتشيروا الفيديو لحبايبكم ولاصحابكم ولاخواتكم، وشاهدوا الفيديوهات كده يا حبايب قلبي، والفيديوهات برضو اللي فاتت اللي اول مره يدخل عندي على القناه شاهدوا الفيديوهات اللي هي القديمه يا ولاد، شاهدوها كده عشان ترفع معايا. وان شاء الله باذن الله طبعا اللايك بتاعكم الجميل مش هيخسسك اي حاجه ما تضغط اللايك لاختك. وان شاء الله ده يعني كان الفيديو بتاعنا، واسيبكم في حفظ الرحمن واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واستنوني ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، والسلام ختام، مع الف الف سلام.